السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. نبدأ كده يومنا ان شاء الله، ونبدأ الروتين بتاعنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة احنا جايين في روتين سهل وحلو. معايا النهاردة نص كيلو كبدة بلدي. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. انا هعملها بالطريقة بتاعتي. انا حاطه عليها معلقه توم ومعلقه كمون. هي الكبده يعني حلاوتها ما بتحبش الا الكمون. معايا هنا انا اعملها ببصل، يعني في طريقتين، في كذا طريقه للكبده. في طريقه بالثوم والفلفل بس انا بحب ازود البصل. معايا هنا 4 بصلات حلوين، ومعايا هنا فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر. معايا قرن وقرنين، طبعا فلفل اخضر. اللي ما عندهاش فلفل احمر ولا اصفر عادي ممكن يتعمل بقرنين فلفل اخضر او حسب ما انت حابه. معايا هنا معلقه توم تانية، لانها هعملها حاول ان انا ادبلها في البصل زي ما هتشوفوا الطريقه، غير اللي انا حطاها في الكبده. معايا رشه معلقه كمون. نطره فلفل صغيره اسمر. حبه ملح صغيرين طبعا، لان زي ما احنا اتعودنا التوم في ملح. معلقه بهارات اللي هي الفراخ، انا بحب احطها معاها بتديها ريحه حلوه. طبعا هبتدي معاكم بقى ايه، ابشر البصل والفلفل والحاجات ده جاهزها، ونبتدي معاكم طريقتها سهله وجميله يا رب تعجبكم. انا هبشر البصل والفلفل، يا اما اقطعه حلقان بسكينه، يا اما هبشره بالمبشره، فهشوف لسه يعني ايه المتاح قدامكم دلوقتي هنعمله مع بعض. ويلا بينا كده نعمل لايك عشان نرفع القناه، ونكتب تعليق حلو، ونصلي على رسول الله. دلوقتي يا حبايبي انا هحط معلقه خل على الكبده. دي اختياري يعني براحتكم، بس هي المفروض يعني ايه، عشان اسيبها تتبل بس لو حتى ربع ساعه. اقلبها كويس مع معلقه الثوم ومعلقه الكمون ومعلقه الخل. سيبها بس تتبل شويه. وانا معاكم اهوت جهزت البصل، قطعته طرنشات صغيره او حلقان، نص حلقان كده يعني. كنت عايزه ابشرها بس لقيتها هتبقى ناعمه قوي، يعني هتتهمك قوي في الكبده، فانا عايزاها تظهر شويه. وقطعت معاكم الفلفل اهوت. استنى بس 10 دقايق كده بس الكبده تتبل، وهبتدي اعمل معاكم. خليكم معايا. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت معاكم الزيت اهوت، او السمنه او الزيت زي ما انتم حابين، ونزلت طبعا بالثوم. هديله بس تقليبه كده مع ايه، مع البصل، مش عايزاه يتحرق. ده قبل ما ادي للكبده صدمه، لان طبعا البصل م... يعني كنت مش عايزاه يخدل شويه او يلين شويه او يصفر شويه، يعني على حسب ما انت يعني اللهجه عندكم هتفهموها. لان انا طبعا مش عايزاه يبقى باين لونه كده لو انا حطيته مع الكبده. فانا هديله بس ايه، اعلي بس شويه النار، واديله تقلبتين كده ان هو يصفر معايا شويه، او البصله تهدى شويه وتلين معايا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله. ازيكم يا حبايبي؟ تنزلوا تعملوا لايك والاشتراك في القناه. وطبعا احنا يعني هو نص كيلو كبده، ما هو يعتبر مش كتير، بس احنا دلوقتي هنعمله احلى طبق هتشوفوه. مع البصل ومع الفلفل ومع الحاجات ديت، ما شاء الله هتكفي وهيفيد، وهتبقى بألف هنا وشفا للولاد، وطريقه بيحبوها. حبايبي طبعا الكبده لها كذا طريقه وكذا شرح. يعني ممكن انا اقطعها شرايح كبيره، ما اقطعهاش صغيره زي ما انتم شايفينها كده. اقطعها شرايح كبيره واتبلها واقليها في الزيت. دي طريقه. وممكن طريقه تانية ان انا بس بشوح لها، بنزلها اديها صدمه، واحط لها الثوم بعد ما هي متبله برضه زي ما انتم شايفين، انا متبلاها بثوم وخل بس. آم، عادي ممكن احطها شويه كده واديها تقلبتين مع واقلب عليها الفلفل وخلاص. بس انا النهارده انا حابه ان انا اعملها ببصل، وازود الكميه شويه بحيث ان هم الولاد بيحبوها. هتنفع مع سندوتشات، تاكل بعيش بلدي، عيش ابيض، عيش فينو، زي ما انتوا حابين تاكلوها مع رز براحتكم، مع مكرونه مفيش مشكله. انا النهارده قلت بلاش اعمل مكرونه بقى، نخفف النشويات شويه، والاولاد ياكلوها بالعيش او بالسندوتشات الفينو، حسب ما هم حابين، يعني تغيير في الاكل برضه. في نفس الوقت انتوا شايفين الاسعار والدنيا غاليه يا حبايبي، كانت الرز او المكرونه او غيره، فاحنا اهو بنحاول برضو اكله كويسه تغذي الولاد، وفي نفس الوقت بنوفر حاجه. والله المستعان، وربنا يجعلها يا رب سنه سعيده على الجميع. كده يا حبايبي بقى انا كفايه كده على البصل قوي. هنزل بقى بالكبده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله.
الكبده اللي هنشوح فيها حبايبي شويه عشان مش عايزه انها تنزل ميتها، يعني عايزه النار شديده زي ما انتم شايفين كده عشان تاخد صدمه ما فيش ميه منها تنزل. طبعا يا حبايبي دي كبده بلدي بس لباني، عشان بس اللون بتاعها فاتح شويه ما تقولوش هي طبعا اللبان الصغير ده بيبقى كبدته فاتحه شويه. ننزل بالتوابل والملح والحاجات ديت وشويه الكمون. احسن حاجه واحسن تكه في الكبده يا حبايبي الكمون. انا حاطه نطره فلفل صغيره جدا، بس انا بحب احط بهارات الفراخ، بحب احطها بتدي ريحه حلوه. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اهم حاجه ان النار عاليه كده علشان الكبده تدي معايا لون بسرعه، وفي نفس الوقت ما تنزلش الميه اللي فيها ويبقى فيها ميه، انا عايزاها ناشفه. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هقعد اقلب فيها كده بس شويه بس، ده على دقيقتين، وبعد كده احط الفلفل. ومش عايزه اقول لكم الريحه تجنن 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 بصراحه يعني. كده حبايبي خلاص اهي ادت اللون اللي انا حباه. بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم حبايبي الريحه تجنن. هنزل بقى بالفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شفتوا حبايبي النص كيلو اداني قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا. شوفوا الكبده عامله ازاي. انا اديها تقلبتين على النار كده حوالي دقيقتين برضه. طبعا لو ما عندكيش زي ما قلت فلفل احمر او اصفر عادي، هو بالصدفه ان انا عندي يعني عمل فلفل اخضر مفيش مشكله، بس هو زودنا والطبق يعتبر كله صحي يعني كله خضار، فلفل الوان، بصل، ثوم. نص كيلو كبده ما شاء الله عمل لي كميه قد ايه. ياكلوا ويشبعوا بقى بالف هنا وشفا. المنظر الجميل. عايزاكم حبايبي اعملوا لي لايك وشير، واكتبوا لي تعليق حلو كده، تقولوا لي فيه دعوه حلوه من قلوبكم. بحييكم وبحبكم بصراحه، حب يعني بحبكم في الله بجد يعني. احلى متابعين واحلى ناس بتشوفوني ومتابعيني، ناس محترمه. بحبكم في الله، ربنا يديم المحبه يا رب بينا. طبعا بصوا انا هو هسيبها بس دقيقتين كده وهغرفها قدامكم بقى تشوفوا المنظر الجميل النهائي بتاعها. كده يا حبايبي انا طفيت عليها. شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا الريحه عامله ازاي. والله انتوا لو معايا وشامين الريحه بجد بجد تحفه جميله يعني. مش عايزه اقول لكم ريحه جميله جميله والله. خليكم معايا كده بس عشان نشوف طبقنا هيبقى ازاي. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا الجمال. لا انا عايزه النهارده بصراحه بقى يعني اكبر عدد كده لايك للطبق الجميل التحفه دوت. مش عايزه اقول لكم على جماله وعلى حلاوته. بسم الله ما شاء الله. جميل 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 بصراحه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي بحبكم في الله. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.